اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. جايه لكم النهارده بسندوتشات حواوشي، بس مش اي حواوشي. هنعمل مع بعض النهارده احلى سندوتشات حواوشي غير اللي احنا اتعودنا عليها خالص. ولا هنحتاج لفرن ولا اي حاجه، ولا حتى العيش اللي احنا بنجيبه كل مره ولا عجين. هنعملها النهارده بطريقه جديده مختلفه، بس النتيجه بتاعتها تحفه. وهنعمل معاها كمان صوص طحينه برضو جديد ومختلف غير اللي احنا اتعودنا عليه، وهتبقى اكله جباره. بس قبل ما نبدا الفيديو احب افكركم انا امنيه ودي قناتي، ولو دي اول مره بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديده. يلا بينا نبدا ونعمل احلى سندوتشات حواوشي او عيش باللحمه بطريقه بسيطه جدا جدا، والنتيجه بتاعتها جبارة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنا عنده نص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا كمية اللحمة انت حرة فيها زي ما انت حابة، ممكن تقللي عن كده وممكن تزودي. ضفت لها النهاردة معلقتين كبار من فول الصويا الخشن، ده بيكون شكله قبل ما يتبل بيبقى شبه اللحمة المفرومة كده. باخده اخدت حوالي ربع كوباية، بلتهم شوية في مية سخنة لحد ما طرى، وبعد كده صفتهم كويس جدا. ودي خطوة مهمة اللي انا مخليش فيه مية خالص. وفي الكبة كده فرمته اديته كده ضربة في الكبة علشان يبقى ناعم. بعد كده بصلاية عملتها في الكبة ومعاها قرن فلفل حامي سواء احمر او اخضر، وبرده صفيت ميتهم تماما. وكمان ضفت معلقتين من الدهن. ونيجي بقى للبهارات بتاعتنا. معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي، ملح وفلفل بابريكا مدخنة والسبع بهارات. وضفت كمان معلقة صغيرة مليانة من النشا. هنيجي نسأل ليه ضفنا النشا وليه ضفنا الفول الصويا. انا النهارده حطاهم بغرض التماسك. النشا بيخلي مجرد ما اللحمه تسخن تشد ما تفرولش مننا، وكمان الفول الصويا بيديها كده عرق وبيخليها متماسكه. هدخلها التلاجة ترتاح كده ربع ساعه قبل ما نعمل صوص الطحينه بتاعنا. جهزت هنا معلقتين من الطحينة البيضة، وضفت عليهم مقدار حوالي معلقة من المايونيز. طبعا لو مفيش برطمانات ممكن تعملي كده زيي وتحطي كيسين من المايونيز. جبت النهاردة بقى المختلف معانا هو الخيار المملح، سواء الخيار الكبير بتاعنا اللي احنا متعودين عليه او الخيار الصغير القش ده بيكون حلو جدا. ضفت حوالي معلقتين من الخيار المملح، وضفت شوية من الفلفل الأسود ومعلقة من الخل. ممكن كمان لو عندك مية تمليح الخيار تضيفي شوية مكان الخل، وبمية دافية فكتها. خلي بالكم احنا ما حطيناش كمون، احنا كل اللي استخدمناه شوية فلفل اسود مش اكتر، لان ده مش صوص الطحينة اللي احنا متعودين عليه يعني، ولا حطينا كمون ولا حطينا توم. بعد كده جبت العيش اللي احنا نستخدمه النهاردة، وكان النهاردة ده عيش التورتيلا. عيش حلو جدا، لقمة كده طعمها حلو وطرية وجديدة، ممكن نعمل بيها مليون صنف. ممكن نستخدمها مكان الجلاش ومكان الرقاق. جبته كده وبدأت اخد اللحمة بتاعتي حطيتها في نص الرغيف كده بالمعلقة، ونراعي ان احنا ما نحطش طبقة سميكة من اللحمة علشان تستوي. هنا ضفت شوية من الجبنة الموتزاريلا وعليهم شوية زيتون، وممكن تعمليه سادة باللحمة بس. وعايزة اقولك كمان يا سلام لو عملت فحماية ودخنت بيها اللحمة المفرومة قبل ما نستخدمها، تديها طعم الشوى وبتكون حلوة. مقلاية على نار متوسطة، دهنتها كده دهنة من الزيت. وكل مرة هنعمل دهنة الزيت دي ما تكونش النار حامية قوي ولا تكون هادية قوي. لو النار هادية العيش هيتقطع مننا واللحمة هتجيب ميتها ويبقى مش حلو خالص. ولو النار عالية العيش طبعا هيتلسع ويتحرق وينشف، وتفضل اللحمة جوه نية زي ما هي. على نار متوسطة نبدأ ان احنا نسوي الأرغفة بتاعتنا، ومن وقت للتاني نقلبها، وطبعا تفضل ايدنا فيها واقفين لها لان العيش ده ما بيتحملش. ده كان شكل السندوتشات بتاعتنا. طبعا عملنا كده بولة صغنونة كده من المخلل المشكل، وكمان هنا صوص الطحينة الجبار، طعم الخيار فيه كان تحفة. حبة شيبسي بقى وقطعنا طماطم وعدون جرجير. وده شكل السندوتشات. عايزة اقول لكم ان ربع كيلو نص كيلو اللحمة المفرومة عمل معايا اكتر من 13 سندوتش.
ده اللي اتبقى منهم ولحقته. كل ما كنت اطلع مقلايه كانت خلاص، انتوا عارفين بتروح فين على طول. هنا ده شكل السندوتشات بتاعتنا، حلوه وطعمه مختلفه وسريعه. لو احنا بقى ما بنعرفش نولع الفرن في مكان مفهوش فرن، نقدر نعملها بكل سهوله وبكل بساطه. عايزاكم تجربوه، هيعجبكم جدا. وممكن كمان مكان اللحمه المفرومه نضيف تشكيله من الجبن مع لانشون مع سوسيس جبن بس، ممكن بطاطس مهروسة مع شوية بهارات، بتكون النتيجة بتاعتها تحفة. تعالوا نشوف بقى من جوه سندوتشاتنا عاملة ازاي، ويا ترى اللحمة استوت ولا لا. شايفين اللحمة مستوية جدا، علشان من الاول محطناش طبقة سميكة. غير كده ان طعمها حلو قوي، والعيش ده فيه طعم الزبدة او السمنة مع كمان دهون اللحمة، كان طعمه حلو. والجبنة الموتزاريلا كده بتموت، والسادة برضو كان حلو جدا مع الزيتون، كان حلو وطعم جدا جدا وسريع ومختلف عن اللي احنا متعودين عليه، وبصراحة بيعمل كمية كبيرة. ممكن بنفس الطريقة نعملها بالعيش العادي، بس أنا حبيت النهاردة أستخدم معاكم عيش التورتيلا كتجديد، وكمان نتعرف عليه ونشوف نتيجته بتكون عاملة ازاي. يا رب تجربوه يعجبكم. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.